يا جماعه، هو الناس بتتفرج على البطوله الافريقيه افريقيا دي معانا؟ بس انا شفت كذا صانع محتوى طالع بيتكلم انا ارني سلوت انا رقم واحد وبالعقل وبتاع. عشان يا معلم كل الناس توقعت البطوله ماشيه ازاي، وكل الناس توقعت كل منتخب تاهل اصلا من دور ال 16. دور ال 16 ميزته البطوله دي ان مفيش اي مفاجآت فيه، يعني كل المتوقع حصل حرفيا. انا ما شفتش واحد توقع حاجه غير المنتخبات اللي صعدت من دور ال 16 وصلت لدور الثمانيه. فانتوا منبهرين ليه اصلا يا عم؟ فكرت كده اطلع اعمل فيديو اقول ان توقعاتي طلعت صح، واجيب الفيديو الاول اللي كنت متوقع فيه ماتشات دور ال 16. يعني حسيت ان انا عبيط. الحاجه الوحيده اللي كان ممكن فيها خلاف شويه ان الجزائر تعدي الكونجو، وكان الناس قعدت تقول لك الكونجو فرقه قويه، وما انا طلعت وقلت ان الجزائر هتعدي عادي وعدت بكلين شيت، او ما وصلوا اكسترا تايم. بس يعني الكونجو دي ما خدتش حتى جول واحد. الناس كلها قعدت تقول لي انت بتقول ايه وانت ما بتتفرجش على البطوله، ده الكونجو فريق جامد يعني الجزائر عدت في الاخر برضه. هنا بقى نقدر نحط توقعات وتبقى مختلفه شويه. عارف ان الكاميرون من اقوى الفرق في البطوله ومرشحه تاخد البطوله كمان، بس انا عندي ثقه في منتخب المغرب ان شاء الله ان هم يعدوا. كل الحب والاحترام لمنتخب الجزائر والمشروع الجميل اللي هم عاملينه، بس نيجيريا انا مرشحهم ان هم ياخدوا البطوله نفسها اساسا. ان شاء الله توقعي ما يحصلش، بس للاسف نيجيريا انا حاسس ان هي هتعدي. اتمنى تحصل مفاجاه، لان انا ما عنديش استعداد لو احنا كسبنا يعني نقابل السنغال تالت. بس للاسف حاسسها برضو السنغال هتعدي. بعيد عن كرة القدم وبعيد عن فرق المستويات وبعيد عن اي لعب جماعي، منتخب مصر هيعدي، لان دي عاطفة 1000%، وانت معاك حق بصراحة. تنساش تقول لي توقعاتك انت كمان، ونتقابل بعد دور الثمانية.